برحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد إحنا أو الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارة وأكبر حضارة الحقيقة عرفها العالم أو الإنسانية كلها. من هنا كانت انطلاقة حاجات كتير جدا، كتابة وفن ونحت وعزف ورقص، حاجات كتير جدا جدا من الحضارة الفرعونية. هيبقى معانا الحقيقة فقرة بعد كده هتبقى ثابتة مع حضراتكم إن شاء الله، هنقدمها لحضراتكم كل يوم ثلاث، اسمها بلد الحضارة. هنتكلم فيها عن عظمة هذه الحضارة، هنتكلم كل حلقة عن حاجة كانت الانطلاقة منها من الحضارة المصرية القديمة للعالم كله. النهاردة هنتكلم عن الكتابة والحروف، وإزاي يعني اسمها الرموز عشان يبقى احنا معانا عالم، فلازم نتكلم بشكل دقيق. الرموز الفرعونية، خلينا نتعرف أكتر على عظمة الحضارة المصرية القديمة. بيشرفنا الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور عليكم، واقول لكل الشعوب الجميله بتتفرج علينا وشعب مصر نقول له واب نفر رامبت هيرو نفر سابسان. يعني ايوه صباح الخير ترجمه بقى. دي كل صباح الخير. دي كلها صباح الخير. صباح الخير مش هقول. ناخدها حاجه عشان بنتكلم عن الكتابه، وان احنا علمنا العالم الكتابه ازاي. واب نفر، اي حاجه نفر جمال، عشان كده نفرت ايتي جميله اتت. نفرت ايري اللي هنسميها نفرتاري مرات رمسيس الثاني احلاهن اجملهن. نفرت المراه الجميله اللي في المتحف المصري دي، لو شام دور جوزها اللي هو عنده شنب، ده التمثالين المشهورين دول، جميله نفرت جميله، ودي التسميه بتسميها لغايه دلوقتي. فيبقى واب نفر رامبت ولازم بي مش بت مش ريمبت، مهمه جدا في الكتابه المصريه القديمه. رامبت يعني سنه، يبقى افتتاحيه سنه جميله، كل سنه وانت طيب، حاجه كده. وبعدين هيرو يوم، صباح يوم نهار. هيرو نفر يوم جميل. طب وسبسان، سبسان كلمه بحبها جدا في الهيروغليف، يمكن مش مشهوره قوي لكن بحبها قوي. لا هو كل الهيروغليف مش كل اللي حضرتك قلته مش مشهور. مش مشهور قوي، بس سبسان يعني مرتين. المصري القديم لما كان بيحب يقول جدا 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 فكان يقول سبسان، انت نفرت، انت جميله سابسان، انت جميله مرتين. يعني يقول لمراته انت حلوه قوي النهارده، فبدل ما يقول لها انت حلوه قوي جدا 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 يقول لها انت سابسان، فيبقى يوم جميل سابسان، يعني يوم جميل مرتين. يعني حضرتك قلت لنا دلوقتي جمله اللي هو ايه، سنه جديده سعيده ويوم جميل افتتاحيه جدا جدا، سنه جميله ويوم جميل جدا جدا. صباح الفل عليك يا دكتور والله. احلى صباح. دايما اول كل حاجه واصل كل حاجه يقول لك اصلها فرعوني، المصري القديم. واحده من الحاجات دي هي الكتابه وتعليم العالم للغه والابجديات والكتابه بشكل عام. صحيح. ازاي المصري القديم ابتكر الكتابه والحروف او الرموز بقى لو صح التعبير، ودونها على جدران المعابد؟ طيب اولا خلينا نقول نشكركم ان انتم استخدمتوا لفظه مصر القديمه بدل فرعونيه، لان خلاص احنا طلعنا فرعونيه بره المنهج خلاص. وتاني حاجه حكايه رموز بدل حروف، الاثنين صح ما عنديش مشكله، بس هي الرموز تبقى اقوى. المصري القديم شخصيه راصده لكل ما يحدث حواليه، عينه مليون ميجا بكسل طول الوقت عمال يرصد، وكان كل ما يرصد حاجه، طبيعه، تحركات اجرام سماويه، حيوان بيجري، طائر بيطير، بيبيهات ماشيه في جنب النيل، اي حاجه بيرصدها بيوثقها. عشان كده انت حضارتك تتميز عن حضارات اخرى محترمه، تعظيم سلام، بس انت حضاره موثقه. هنا هنستخدم بعض الايه، يعني بعض الكسره والهمزه والضمه، موثقه، لانك طول الوقت انت عارفه انها موثقه، فعندنا حلول لكثير من الاسئله في التاريخ. طيب 3200 قبل الميلاد، مش بقول ارقام كتيره زي ما انتم عارفين، بس النهارده بس الرقم ده 3200 قبل الميلاد، توحيد القطرين على حسب كلام العلماء الكلاسيكيين الاجلاء، وقال لك بدايه الكتابه بتاعه الرمزيه بتاعه الهيروغليفيه، وبالتالي يلا التاريخ يبتدي من حيث الكتابه اتكتبت، نبتدي من 3200 قبل الميلاد، وقالوا دي اول الاسره والاسره الاولى وكذا. لحد ما بعدها بقى في مدرسه، وانا اتبعت المدرسه الجديده دي، هي فكره لا، التاريخ ما بيبتديش من الكتابه، لان اكتشفوا في الثمانينيات من القرن الماضي بعض قطع العاج، وخدوا بالكم العاج في مصر القديمه نسبه كبيره جدا منه مش عاج فيل، نسبه كبيره جدا منه سن فرس النهر، السنه بتاعت فرس النهر انت بتشوفيها دي لما تيجي تاكلي بطاطا في جنينه الحيوانات،
سنه كبيره كده صح؟ لما كان فرس النهر بيصطادوه او بيموت او كده ياخدوه ويعملوا منها، فلقوا العاج ده ولقوا فيه خرم صغنن كده، فاول ما تعرفي ان في ليبل كده يسموه ليبل كده زي اشاره كده اهوت او علامه وفيها خرم كده، ده بيتحط فيها حبل او سلكه ويحطوها على الزرع بتاعه الزيت وبتاعه المشروبات وبتاعه السوائل، تعرفي ان هو ده كده. غطا يعني؟ لا بيبقى حاجه زي الليبل كده نازل زي الليبل اللي انت بتشتريه في اللبس دوت، بيبقى محطوط ورا كده حبل كده ونازل منه ورقه مش كده؟ هو بقى بدل الورقه دي هو كان بيحط العاج ويكتب على العاج ده او ينقش عليه اسم الملك، اسم الكاهن، اسم الوزير. عندنا حمكة وزير رهيب عرفنا اسمه من واحده من دول. فحته عاج قد كده تكتب لك فصل من فصول حضاره، تخيلي. فاكتشفوا عدد رهيب في منطقه اسمها ابيدوس عظيمه جنب البليانه في سوهاج، ودي جذور كبيره للحضاره المصريه في ابيدوس. لقوا مقبره ولقوا فيها عدد كبير جدا من الليبلز ديت، من الاشارات دي، فلقوا فيها رموز هي قبل الهيروغليفيه كمان ما قبل الكتابه اهو. يبقى كتابه قبل الكتابه. عمرك شفتي حضاره جميله كده؟ ايه ده؟ ده اللي سخن، ده بلغه الكوره كنتوا بتتكلموا في كاس العالم، ده اللي بيسخن قبل ما الفرقه تنزل. فقبل ما فرقه الاسرات تنزل وتعمل اهرامات ومسلات والحاجات المعقده بيكتبوا على العاج. كتبوا على طب ما تيجي نشوف الصور دي يا دكتور يا ريت برضو يا فندم، يا وتشرح لنا عباره عن ايه الصور دي وبتحكي عن ايه؟ اللي انا شرحته دلوقتي ده يا فندم خلانا بعد كده نعرف نقرا آلاف وآلاف وآلاف من الرموز اللي موجودة على الجدران، ومنها هذا النص اللي قالب العالم لغاية دلوقتي على الفيسبوك. ودي رسالتي إلى الشباب، لأن ده موجود في أبيدوس، وطلع ناس قالوا دي مناظر في المعبد المصري القديم لغواصة وطيارة ودبابة وطياره هليكوبتر. هي فعلا قريبه فعلا في اللي كنت لسه اقول لحضرتك. لو تشوفي الصوره اللي من غير التفصيله دي، في صوره كده انا جايبها لكم من غير التفصيلات اللي هي البني والاخضر ده، هتلاقي اللي انا بقوله لك. طياره هليكوبتر واضحه جدا، غواصه واضحه جدا، دبابه. لا ده الالوان دي بقى انا هقول لك هم عملوها ازاي. هي دي الصوره اللي حضرتك بتقول عليها. بصي اهو. لا دي طياره هليكوبتر ملهاش حل. اللي فوق دي فلاينج سوسرز كده، حاجه زي افلام الفضاء وبتاع، وراحوا داخلين في حته ايه، مش حضارتكم والحضاره دي حضاره هليكوبتر وناس جت من فوق والكلام ده كله. ورغم ان النظريه ذات نفسها ضعيفه جدا وصفر من 10، الا انها انتشرت في العالم. انا جاي النهارده عشان لكم لو رجعنا بعد اذن سياده المخرج للقطه الاولانيه، عملنا ايه؟ عملوا ايه العلماء؟ فرقوا ما بين 2 من النصوص الهيروغليفيه فوق بعض. الملك سيتي اهو، ابنه جه رمسيس الثاني راح حاطط فوق النص بتاع باباه، فهيروغليفي فوق هيروغليفي راح مطلع الاشكال دي. الالوان اللي حضرتك سالتي عليها ده هنا الفصل ما بين سيتي وما بين رمسيس، ما بين يعني النص بتاع سيتي. اللون الازرق ده بتاع حد البني القديم بتاع سيتي بتاع باباه، واللي طالع ازرق فاخضر اللي طالع بارز ده الجديد. ده الجديد. فلما الاثنين اتحطوا فوق بعض جابت شويه اشكال من دول. انا بقول لك بدانا بده ليه، وتعالوا نشوف الصور اللي بعديها لو تسمحوا. ليه؟ علشان الهيروغليفي الان تقدر ترد بالعلم بتاع الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده. هذا الملك مثلا، هتقولي طب وايه فايده الهيروغليفيات غير ان احنا عرفنا؟ هقول لك مثلا تعرفي ان هناك في موحد للقطرين تاني ورحت عامل كده بصوابعي. احنا كلنا عارفين نعرمر، نارمر. طبعا هو مش نارمر، هو نعرمر، عرفنا من الهيروغليفي. نعرمر. الانجليز ما عندهمش العين، فالعين بقت ايه، فبدل نعر مر بقى نار مر، وكلنا نار. لا ارجع قول نعر مر بتاع جدك، انت هيروغليفي، انت احسن واحد تتكلم هيروغليفي، انت تتكلم هيروغليفي احسن من شامبليون، انت تتكلم هيروغليفي احسن من توماس يونغ. بس احنا درسناها كده في الكتب يا دكتور، احنا محتاجين بقى نغير الحاجات دي في اصول الكتب والمناهج. بدأوا فعلا. انت عارف احنا كنا عملنا يعني عدد من الحلقات معاكم نوات على الموضوع ده، وعايز اقول لك بدأوا. الناس كلها دلوقتي جحوتي ماسك ثالث وحتشبسوت بدل حتشبسوت. كنت كل اخش جامعه اقول لهم الالف. ايه الالف؟ ما حطيتش الالف في الحاط، اصل حاط يعني المقدمه. حتشبسوت المقدمه على السيدات، هي الاولى، هي نمبر 1، هي المقدمه على الشريفات، هي المقدمه على النبيلات. شلتي الالف، شلتي الحاط، شلتي المقدمه، باظت الكلمه. تتضايق منك يعني في الاغنيه كانت طالعه صح بالصدفه اللي هو ودي غضبها وحش. دي بالذات ابعدوا عنها. فمنشئ حتب التاني اللي هو اللي انتوا شفتوه ده، الراجل الجميل ده اللي احنا كنا شفناه دلوقتي ده وحد القطرين تاني، لان كان بعد فتره معينه حصلت كده بعد المشاكل، فرجع راح موحد القطرين مره تانيه. نرجع مرجوعا. طيب الصوره دي بصوا، حضارات ما قبل توحيد القطرين. هتقولي ايه ده؟ هو في حضارات مصريه قبل حضارات الاسرات؟ حضاره جرزه، حضاره العمريتيان اللي هي العمري،
حضاره دير تاسب اسيوط، حضاره الجنوب النوبه المصريه، دي قدماء مصريين برضه. تخيلي حضاره نقاده 1 ونقاده 2 ونقاده 3، حلوان، وادي حوف. طب ليه ما كل كانتش ده ما قبل بتتسمى؟ يا خبر أبيض. ليه ما كانتش بتتسمى مع الاسرات؟ يعني ليه ابتدى عد الاسرات من الاسره؟ علشان اللي احنا فاكره قلناه في الاول، قال لك هنبدا من اول الكتابه وهنبدا من نوثق. اول توحيد القطرين. واحنا طلعنا المدرسه بتاعتنا الجديده طلعت قالت لا، التاريخ ما بيتحسبش كده. التاريخ بيتحسب من اول ما انت بداتي تبتكري. والابتكار المصري القديم يرجع لالاف والاف والاف قبل توحيد القطرين، يبقى احنا حضارتنا بدات كده. فدول اثار، لان الصوره اللي انا قلت لكم دي اثار من هذه الحضارات. يبقى الحضارات اللي هي قبل توحيد القطرين كان فيها ايه؟ بالظبط كده. بصوا دي كلها اثار جايه منها. تحفه، مش عايز اقول لك. وخصوصا بعد السيناريو الجديد في المتحف المصري في التحرير، عملوا سيناريو عرض جديد. روحوا يا جماعه متحف التحرير، هتخشوا عالم تاني، اضاءات تانيه وتماثيل اتحركت اتحطت بشكل حلو واثار طلعت وحاجات بدات تبرز. المهم، طب قول لي يا دكتور، ليه المصري القديم كان مش بس حريص ان هو يدون الرموز، لكن هو كان فنان؟ يعني كان في رسم واتقان وتلوين. ليه مش مجرد كتابه او يعني تدوين الرموز وخلاص؟ عايزه المفتاح بتاع الحضاره بتاعتنا، حاجه اسمها الدقه في كل حاجه بيعملها. مفيش حاجه بتتعمل هبهزه، مفيش حاجه بتتعمل عشوائي، كله بالدقه. اقول لك على حاجه عجيبه، الكتابات السينائيه المبكره. عندكم تمثال بن صغنن جايبه لكم، يا ريت لو سياده المخرج ينزله لنا. يا ريت التمثال ده يا جماعه معروض دلوقتي في المتحف المصري، روحوا شوفوه، هو موجود على الشاشه. تحفه. تمام. هذا التمثال احنا بنسميه عندنا في عالم الاثار تمثال الكتله. عباره عن واحد قاعد القرفصاء كده وركبه طالعه لفوق كده وعامل كده ولابس عباءه مغطياه كله. ايه الكتله؟ الكتله واحد، مفيش هواء يخش يكسر في التمثال، مفيش رطوبه تخش تضعف في التمثال. شايفه الفكر؟ بينحت من قطعه واحده من الحجر. ايه الفرق بينك ولما تروحي متحف اثينا؟ انا لما زرت متحف اثينا في اليونان العظيمه، اغلب التماثيل متكسره. أيوة. ليه؟ ساب الفرق اهو. الديسك ثرور، حازف القرص اللي هو التمثال الشهير عندهم، هتلاقي الايد ايه؟ فينوس، الايدين الاثنين مقطوعين، هتلاقي كل القصه دي. نرجع مرجوعنا عندنا، فهتلاقي الكتابات السينائيه المبكره. اشكرك. اهو بصوا يا جماعه الفيديو ده انا واخده هناك في المتحف المصري من كام يوم، تحفه تحفه، واخداه الاستاذه منى معايا. طيب لو بصينا كويس هنلاقي في كتابات نقوش كده على التمثال دي يا جماعه، اسمها الكتابات السينائيه المبكره. مش عايزكم تفتكروا اي حاجه من اللي بقوله النهارده غير الجمله دي. الكتابات السينائيه المبكره لقوها فين؟ لقوها في سيناء. لما جم العلماء زي بالمر وزي بيتري وزي تاليه، دول اسماء كل واحد فيهم اسمه، الان جاردنر اللي هو كلنا بندرس كتابه في الجامعات، لما جم ذاكروا الكتابات دي ما لقوهاش هيروغليفيه، لقوا في بعض شويه هيروغليفيه متاثره، لكن في نقوش تانية مش عارفينها. قالوا ايه دول؟ المصريين بيعملوا ايه في سيناء؟ دول عمال المناجم. ولما اقول عمال المناجم يا فندم، عمال المناجم لما كان الملك يبعتهم يروحوا يجيبوا نحاس او يجيبوا تركواز، فيروز اللي انتوا بتلبسوه ده الازرق الجميل ده السماوي ده التركواز ده كان اسمه مفكات بالهيروغليفيه. عشان كده حتحر او حتحر اللي هي معبوده الجمال كانت معبوده الفيروز. عشان كده ارض الفيروز هي نب مفكات، هي حتحر، وهي طا مفكات. يعني طا مفكات دي ارض الفيروز. التسميه الهيروغليفيه دي التسميه اللي حضرتك بتستخدمها لغايه دلوقتي لما بتقولي على سيناء ارض الفيروز. فلما كان بيطلع العمال بتوع المناجم يطلعوا كامر ملكي، تخيلي مفيش فرقه الناس طالعه تشتغل عمال في المنجم الا بامر ملكي، يطلع معاهم الجيش المصري. شوفي اهميه العامل المصري عشان حمايته وهو ماشي في الدروب الصحراويه، يطلع معاه فيال الجيش تحميه. فالعمال قاعدين في سيناء، في عمال جايين من هنا وجايين من كنعان وجايين من شبه الجزيره العربيه وبتاع، بيتجمعوا. طب عايزين نتكلم لغه واحده، عايزين نتكلم كتابه واحده. انتوا عندكم الهيروغليفيه واحنا عندنا كذا، وانت عندك النبطيه وانت عندك مش عارف مين. فاخترعوا كتابه، انت متخيله العظمه بتاعت المصريين؟ اخترعوا كتابه متاثره بالهيروغليفيه واتسمت بعد كده الكتابات السينائيه المبكره. والتمثال ده بيبينها. تمثال قد كده يا جماعه، يكتب لك تاريخ مش مصر بس، تاريخ اوروبا. ازاي؟ خدوها معايا الجمله اللي جايه ديت بالراحه. واحده واحده بقى. الهيروغليفيه، الكتابات المقدسه والرموز المقدسه للملوك، اثرت في الكتابات السينائيه المبكره اللي احنا شفناها في تمثال نعمو. الراجل ده اسمه نعمو بالمناسبه، لان هم فسروا الكتابات السينائيه زي ما فسروا الهيروغليفيه. الكتابات السينائيه المبكره اثرت في الفينيقيه، لبنان.
بدأنا نروح لحضارة تانية ومكان آخر. أثرت في الفينيقية في لبنان. كويس. الفينيقية هي السلف، الجد الكبير بتاع، قري معايا، العربية، اليونانية، اللاتينية، السريالية، اللاتينية طبعا حتى أن في تأثير قيل في إحدى لكنات كوريا. ده الكلام ده علماء كبار بيتكلموا مش أنا. طب ما خلينا نكمل مع حضرتك القصة، لأن القصة طويلة وإحنا عايزين بقى نعرف ترتيب اللغات طلعت إزاي من اللغة العربية أو اللغة المصرية القديمة. كل الشكر، شرفتنا الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. هنكمل مع حضرتك إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. شرفتنا يا فندم وأفدتنا. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.